يعني هذا الغموض الى ما كيخص الانسان اللي كيكون كيسير الشأن العام وكيترأس الحكومة بالخصوص، لأن تما فين كاين التفاصيل تيخصو يحاول يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، ما يدخل لا راسو لا الأقارب ديالو لا حتى شي حاجة. وهذا الشيء اللي انتبهت ليه القوانين وعملته. ولكن أول ما ألاحظه في هذه الحكومة، وهذا الشيء جديد، أنا ما كنتذكرش في المغرب كان يثار هذا المشكل، مع أن السي عايز أخنوش ماشي هو رجل الأعمال الأول اللي ترأس الحكومة، كان السي إدريس جدو فهمتي ولا. في الوقت فاش كان رئيس ديال الحكومة ما عمر شي واحد جبد هذا الموضوع، كان السي كريم العمراني يعني من كبار رجال الأعمال. هذا الموضوع هذا ما عمره. دابا وصلنا لواحد لا فيرسيون اللي بكل صراحة السي إدريس كيجبد النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع الكثيرة والموجودة في عدد من القوانين. وأنا كنقول حشومة هذا الشيء. أنا غنبدا لكم الإخوان بواحد القضية، هذه القضية اللي سميتها الدعم، لأن التضارب ديال المصالح راهو ما شرحوه الإخوان، غنحاول نرجع له، ولكن الطريقة ديالي نحاول أن أكبر عدد ممكن من المتابعين يفهموا بالضبط شنو واقع. هذه القضية ديال الدعم الإخوان المفاد ديالها شنو هو؟ المفاد ديالها هو أنه ملي تيكون شي واحد عنده شي مشروع كبير، ماشي مشروع صغير، مشروع كبير اللي غتكون عنده فائدة كبيرة على الدولة، بمعنى آخر أنه ملي غادي يجي هذا السيد وغادي يستثمر لنا في المغرب واحد المليار ديال الدرهم ولا مليار ونص ولا زايد ولا ناقص ولا إلى آخره، وشي مرات كيكون حتى 100 مليون درهم وإلى آخره، تيجي تيقول لك أنا نستثمر عندكم، بالخصوص تيكونوا أجانب ولكن حتى الوطنيين، ولكن أنا ما نستثمر عندكم تديروا معايا واحد العدد ديال التسهيلات، بغيتيهم بارك مسعود ما بغيتيوش الله يهنيكم. كنضرب أنا الحساب كدولة أو كممثل ديال الدولة وكنقول له ودي الأرض الحمد لله عندنا موجودة. أنا ملي كنت رئيس ديال الحكومة كنت كنقول للإخوان اللي كيدبروا المناطق الصناعية أعطيو الأرض للناس، أعطيوهم. أنا باغي ندير معمل ديال جافيل وما عنديش فلوس باش نشري ب 400 متر بمليون الفرنك للمتر، هذا الشيء الثمن ديال الأرض، هذا الشيء اللي كيدير. أسيدي أعطيني أنا الأرض وانا راه غنخدم لك 10 ديال الناس مثلا او 20 او 50 او 100. انت كتضرب الحساب كدوله كتقول انا هذا غادي يخدم لي 100 ديال الناس او لا 10 ولا 50 ولا 1000، هذا في صالحي. الارض هي جالسه علاش غنتسنى انا حتى نبيعها؟ ما نبيعهاش نعطيها له هو يخدم بها، فهمتيني ولا؟ هذا الدعم هذا كاينه واحد اللجنه كيدوز فيها وكتقرر فيه. ملي كتجي كتقول لهم انا غادي نعمل، ولكن بشرط انكم تعطيوني الارض، نقصوا لي من الضرائب، تعملوا معايا. انا كدوله كنضرب الحساب كممثل ديال الدوله. انا هادشي داز ملي كنت رئيس ديال الحكومه، وواحد العدد ديال المرات عطينا الدعم للناس ما عرفهمش انا حتى شكون، والله ما كنعرف شي واحد فيهم، ماشي ما كنعرفهمش دابا، ما كنعرفهمش في ذاك الوقت وما عرفتهمش شكون هما. ولكن كنشوف وكاين اللي رفضنا له، كنشوف شنو هو لا بغينا نقولوا الفائده اللي غتستافدها الدوله، لان الدوله عندها فوائد خاصه، ماشي هي المشكل حتى هي تربح الفلوس، المشكل حتى هي تحل المشكل ديال الشغل، المشكله ديالها هي تحسنوا الضرائب، المشكله ديالها هي تكون عندها تنافسيه عاليه. مثلا تيجي شي واحد تيقول لك انا اعطيوني 10 الهكتار ندير لكم فندق كبير. انا مشيت للسنغال، اللي مشيت استقبلونا في واحد الفندق فيه المكان ديال الاقامه والمكان ديال الاجتماعات والمكان ديال كل شيء في نفس المنطقه. ملي جيت قلتها لسيدنا، قلت له نعم سيدي، حنا راه ما عندناش، يعني قال لي السيد الكيران راه وحده دابا راه هي كتصاوب هنايا في النواحي ديال الرباط فندق فيه كل شيء. لان علاش كيجيوك رؤساء الدول، كيجيوك رؤساء الحكومات، كيجيوك الممثلين
ديال الدول، فهمتيني ولا لا؟ فعوط ما ديرهم في فنادق في جهه، والمكان ديال الاجتماع في جهه والى اخره، وتبقى تكون عندك مشاكل امنيه الى اخره. هذاك الفندق كيعطي للدوله قيمه، هذاك الفندق من هذاك النوع. كنقول انا سيدي 50 هكتار ثمنها مليار ديال الدرهم، ولكن انا غنعطيها لهذا السيد هذا، هذا المليار ديال الدرهم غنعطيها لهذا السيد هذا، لانه هو غادي يوجد لي واحد الاطار اللي غادي يسمح لي باش نعقد مؤتمرات دوليه والمكانه ديال الدوله كتكبر. اذا كل ما الدوله كدير حسابها، الدوله هي عندها الحساب. دابا شنو وقع في هذه القضيه هذه؟ وقع واحد الحاجه، يسمح لي السي دريس والسي بوانو حيت هما حاضيين القوانين، فوق القوانين كاين المنطق. هذا ماشي شخص جا لعنا قال لنا انا بغيتيو نحلي لكم المياه ديال البحر، بسم الله، ولكن غتعطيوني 200 مليار ديال السنتيم. لو كان جا وقال لنا هذا الشيء وقبلنا معاه لانه القانون كيسمح ماشي مشكل، لا جا قال لنا انا غادي نشارك في اش كتسميو هذيك، نشارك في لابيل دوفر، لابيل دوفر ب 10 بالعربي، طلب العروض. طلب العروض، شو معنى طلب العروض؟ كنقول انا محتاج 100 كيلو ديال البطيخ في الشهر، بشحال غادي تجيبوا لي؟ شكون اللي بغى يجيب لي 100 كيلو ديال البطيخ يعطيني الثمن؟ واحد تيقول غنجيبوا لك ب 10 دراهم، واحد تيقول ب 8 دراهم، واحد تيقول ب 6 دراهم، واحد تيقول ب 5 دراهم. تنقول لهذاك مول 5 ديال الدراهم ماشي ضروري، ولكن كنختار واحد لو ميو ديزون تيقولوا اللي كيعطي احسن مقترح، لا من حيث الجوده ولا من حيث. كنقول له انت اللي غادي تجيب لي هذا البطيخ، شحال 6 دراهم، مزيان. تيمشي قبل ما يجيب داك البطيخ وياخذ 6 دراهم من الكيلو، تيقول لك شوف انا غندوزها في اللجنه ديال الدعم، وملي غندوزها في اللجنه ديال الدعم غتعطيني 2 ديال الدراهم في الكيلو من الدعم. ايوا كيفاش؟ وهاد القضيه هذه لو كان درناها مع الناس كاملين وقلنا لهم شوفوا راه الا خديتوا غادي يدخلوها في الحساب، وفعوط هذاك اللي قال 8 دراهم وانت قلتي 6 دراهم غادي يقول غير 6 دراهم، وهذاك اللي قال 7 دراهم غيقول غير 5 دراهم، هو اللي غادي يديها. لا، هذا الشيء اللي دار هذا السيد مشى حتى برد الصفقه وخداها، وحيت هو رئيس الحكومه جاب عاوتاني الصفقه للدعم، وحكم على راسو بلاغ رسمي باللي غادي ياخذ من عند الدوله واحد 217 ولا 18 مليار ديال السنتيم، 2 مليار فاصله 17 ديال الدرهم. وجا تيقول واش كتعرفوا هذا الشيء بشحال غيكلف؟ غيكلف 650 مليار. ما غيكلفش 650 مليار، غيتكلف ما كاملاش 430 مليار. كاسكو سيك سا؟ واش تتقول الوالده ديالي واش ندب حتى يجي عزوز؟ ندب ونتسنى يجي عزوز؟ لا، خصني ندب دابا وندب اللي يجي عزوز وندب اللي يمشي عزوز ونبقى ندب حتى طيح هاد الحكومه، حيت هاد الشيء ماشي معقول. واش بعدا فهمتوني انا ولا لا؟ راه الا ما فهمتونيش بقى خاصكم غير شي دابا واضحه القضيه ياك. طيب ونديب ايوا وجدوا ريوسكم. لا، دابا هذه القضيه هذه زعما صعيبه بزاف، ولكن اللي صعب منها انه خرجها في البلاغ، هو الاول خرجها في البلاغ وقال باللي غنعطيه 100. دابا هو الرئيس ديال الحكومه، هو الرئيس ديال اللجنه، هو الرئيس ديال الشركه اللي هي داخله في هذا المشروع اللي غتاخذوا مع شركه اخرى. كاسك سافا دير بحال شي واحد دابا تيقول لك، فهمتيني ولا لا؟ تتقول له بشحال تجيب لي البيض من الخارج، تيقول لك بكذا وكذا، كتقول له ولكن انا اللي نحدد لك الثمن. اذا في نفس الوقت يعني حتى تجيب غادي نحدد لك الثمن، هذا يعني غير معقول. ملي كيقول هذا الكلام هذا جا تيقول للناس غادي نستثمر 650 مليار، وراه هذاك ماشي سهل، ولكن وتيقول لنا ما تكذبوش على المغاربه، وهو تيكذب. وكتعرفوا واحد القضيه، الكذب
حرام على الخلق كلهم دائما، ولكن في المسؤوليات ديال الكذب والمستوى ديال الكذب كاينه واحد الصعوبه كبيره جدا. ملي كتولي رئيس ديال مؤسسه صغيره، مؤسسه صغيره ديال 10 الناس، وتكذب عليهم ويعيقوا بك، شنو غيبقاو؟ واخا انت رئيس ديالهم، القوه ولا السلطه ولا الدوله ولا ما نعرف شنو ولا الكفاءه ديالك حامياك، ولكن كيفاش هما غينظروا لك؟ فكيفاش الا كنتي مسؤول ديال الاداره؟ فكيفاش الا كنتي يعني وزير؟ فكيفاش الا كنتي رئيس حكومه؟ انا زعما تنستغرب لهذا السيد هذا كيفاش غيرجع للبرلمان مره اخرى ويتواجه مع الناس. كتقول غادي نستوروا 650 مليار، وملي جيتي للبرلمان كتقول ما عطيناش الدعم، وهي مكتوبه نواغ سيغ بلون في بلاغ ديال اللجنه الوطنيه للاستثمار، ياك هكذا سميتها، اللجنه الوطنيه للاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومه، من بعد ما كتكون واحد اللجنه قبل منها، ياك السي دريس، واحد اللجنه قبل منها سميتها اللجنه التقنيه، كتكون درسات داك الشيء باش داك الشيء اللي ماشي معقول كتحيدو، وكتجيب لك يعني المشاريع اللي كتظن انها كتستحق، وديك الساعات انت كتحمل مسؤوليتك. علاش الناس يقولوا رئيس الحكومه مؤسسه ماشي غير مسؤول؟ لانه الدنيا والحكم كيتبنى بالدرجه الاولى على الثقه، بحال اللي قال كونفوشيوس، قلتها لكم 70,000 مره، فهمتيني ولا؟ قالوا له شنو خصنا باش نديروا الدوله؟ قال لهم خص الرجال والاموال والثقه. قالوا الا كان ضروري نتخلوا على واحد فيهم، قال له نتخلوا على الاموال. قالوا الا كان ضروري نتخلوا على الثانيه، بقى تيفكر، قال لهم نتخلوا على الرجال، الثقه ما نقدروش نتخلوا عليها، يمكن يمشيو الاموال يمشيو الرجال، والثقه تعاود تبني بها الدوله. المولى ادريس رحمه الله هرب من الشرق، ما عنده لا اموال ولا رجال، وجا دخل المغرب وبنى دوله، وها هي باقي عايشه الى اليوم. الثقه هي كل شيء. قبل المغادرة ما تنسوش المشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.